ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ النهارده معاكم حلقه جديده من مو فور جي. اتمنى منكم قبل ما نبتدي الفيديو تدوسوا اللايك وتعملوا سبسكرايب وانشروا المقطع في كل مكان. يلا بينا. طبعا احب قبل ما نبتدي احب اشكر متابع اسمه محمد محمود بجد على الدعم بتاعه. كل مره بيكتب لي كومنت بيشجعني وده اللي بيخليني استمر الصراحه. هيظهر لكم تعليقه دلوقتي على الشاشه. وطبعا واحد تاني كان بينصحني يعني في الكومنتات إن أنا أركب الخريطة والجامعة يعني عشان يساعدوني في اللعب. الخريطة أوعدك إن أنا أحطها المرة الجاية، بس ما كانش في وقت فعلا إن أنا أحطها المرة دي، لأن ببساطة كده أنا بصراحة ما عجبنيش المكان اللي أنا كنت فيه. البيت لقيت إن مفيش مكان حلو كنت أعمل فيه البيت، فقعدت أدور لحد ما ألاقي قرية تانية أحلى، لحد ما لقيت القرية دي ببساطة كده أحسن قرية ممكن تلاقيها بجد. القرية دي فيها إيه بقى؟ هوريك. فيها أول حاجة، أنا ما شفتش فيها إيه بصراحة. قلت أول ما وصلت حطيت بس التشيست فوق وفيه شوية خشب عشان نبني البيت، وقلت ابتدي معاكم تصوير على طول. فيها البلاك سميث، طبعا ده يعني حاجة خطيرة جدا. شوف التشيست بتاعه هيبقى فيه إيه. اه ماشي بس حلوين بيكاكسين. ماشي، هات الحديد ومعانا سيف وبنطلون. بص هنخلي الحاجة هنا لأن بصراحة أنا مش هستخدمها، لأن أنا معايا الحاجة، بس بصراحة مش أحسن حاجة ومش أوحش حاجة، يعني كنت منتظر حاجة أقوى من كده. تعالوا نشوف الشيست اللي هنا. أوه، أول حبة إيميرالد في السيرفر. ماشي، وهات العيش برضو، هات عيش. في بقى بتاع البرج بتاع المشروبات، عشان كده قلت بقول لكم المكان ده جامد جدا. بص المشروبات هنا، يعني انا مثلا يعني مش هضطر ان انا اتعب نفسي مثلا واروح بعد كده النزر واجيب بقى بليز وبتاع. لا، هي موجوده هنا على طول خلاص، ده احسن حاجه. وفي كمان اللي هو الكروي بتاع المشروبات بس انا مش شايفه. ده برضو التريد بتاعه هيبقى جامد قوي. وغير ان احنا معانا اللي هو بتاع البلاك سميث، فالموضوع هنا جامد قوي. في هنا اوه، انا ما كنتش اعرف ان هنا كمان ده بتاع الخرايط تقريبا، او مش فاكر ده بيعمل الكروي هنا ايه. وكان هنا الفيديو المايك قفل من غير ما اقصد، يعني انا استكشفت القرية ما كانش فيها حاجة وكده. بس احنا هنبتدي دلوقتي البيت. هتشوفوا دلوقتي جمعت 3 استكات خشب بس. هتشوفوا قدام ان هو ما كانش ليهم اي 30 لازمة. البيت اخد كتير جدا بجد، غباء مني. دلوقتي هتشوفوا تسريع الفيديو. بصوا انا تعبت قد ايه بصراحة، قاعد ببني وبكسر وشغال. فالموضوع كان مرهق جدا. انا مصور اكتر من 3 ساعات، وده تسريع انا مسرعه 7 اضعاف السرعة الحقيقية. طيب انا هسيبكم بقى تتفرجوا على التسريع وتتفرجوا براحتكم وتشوفوا. فعلا البيت هيطلع حلو، بس يعني ما تحطوش توقعات عليه قوي. خليكم شوفوا اخر الفيديو. وهنا جبت خشب تاني، لان الاولاني طبعا ما كفاش غير 3 استكات بس، وانا تقريبا ما كنتش لسه خلصت نص البيت. عملت بيكاكس وجمعت خشب، جمعت 5 استكات. قلت بقى خلاص ده 5 استكات هيكفوا. اتاريهم للاسف ما كفوش حاجه برضو. وهتشوفوا انا عملت ايه تاني، بس خليكم متابعين الفيديو.
جيت هنا اكتشفت ان مفيش امل خالص من الخمس استكات. رحت عملت بيكس دايموند وولعت الدنيا، وجمعت 10 استكات خشب. اقسم بالله تعبت. وجمعت رمل عشان اعمل ازاز. هتشوفوا دلوقتي وانا بحط الازاز، او مش فاكر بصراحة انا قطعت اللقطة دي ولا لأ، بس خليكوا شوف هيحصل ايه. وهنا كنت خلصت نص البيت، وزاويته هنا لسه ما تبينش ده فين جنبه وفين قدام. لسه هتشوفوا كمان شوية بالظبط هتشوفوا التغييرات اللي هتحصل في البيت. بجد تعبت. يا ريت تحط بقى لايك وتعمل سبسكرايب لو ما كنتوش لسه عملته، واصبروا وشوفوا ايه التغييرات اللي هتكمل. وبس كده، خليكم مع الفيديو. وهنا لما تكون بتبني في امان الله ويجيك حاجة غير متوقعة بالمرة، كريبر منه قفاك. وهنا نكون خلصنا البيت. بجد تعبني جدا 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 جدا. طبعا هو مش احسن حاجة في الحياة، في احسن منه كتير طبعا، بس ده اللي قدرت اعمله دلوقتي. طبعا في المستقبل ومع تقدم السلسلة وتجميع الموارد الأكتر هيبقى أحسن. طبعا في شوية ديفوهات بسيطة هتتعدل ورا الكواليس. يعني هنا كان في المفروض خشب يتحط بدل الإزاز ده عشان المنظر، نسيت أعمله. برضو من الناحية التانية نطلع بقى الدور اللي فوق. هتشوفوا السلالم بسيطة. حاجة عملت تندة كده بشوية سلابات وفنس، يعني حركة حلوة برضو. عجبتني يعني كان ممكن نعمل كامب فاير كده نحطها من فوق ونطفيها. وهنا بقى المنظر الجامد. و- أوضة كلها إزاز. بجد المنظر تحفة. طبعا احنا وبس هنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، وأتمنى تكونوا اتبسطتوا. ما تنسوش تحطوا اللايك وتعملوا سبسكرايب، لأن بجد أستاهل الدعم ده، لأن أنا بجد تعبت. وطبعا الحلقة الجاية إن شاء الله هنظبط البيت واحدة بواحدة. وبس كده، ومع السلامة.